النهارده مسكنا حرامي كان بيحاول يسرق الموتوسيكل بتاع خالي. وطبعا كلكم عارفين ايه اللي بيحصل في الحرامي في اللحظة دي. احنا والجيران نزلنا فيه ضرب. ده حتى عم عبده بتاع السوبر ماركت كان معدي بالصدفة، فسألنا في ايه يا ولاد؟ قلنا له ده حرامي. يا عم عبده مفكرش حتى لو للحظة، ودخل ضرب في الحرامي. استغفر الله في التعليقات واشترك في القناة، وقال لي كملوا عليه يا رجالوا بعد ما خلصنا العلقة المحترمة. كنا هنسلمه للشرطة لكن أمي بقى ليها رأي تاني، قلبها حنين زيادة عن اللزوم، والواد صعب عليها من كمية الضرب، وقعدت تقنعنا إن خلاص بعد كل الضرب ده مش هيحاول يسرق تاني، وحرام تضيع مستقبله. سيبوني معاه أكلمه وانصحه، يمكن ربنا يهديه على إيدي. وقعدت مع الحرامي أكتر من ساعة، قعدت تقوله اللي بتعمله ده حرام وانت لسه صغير ولسه في أمل، وتقدر تتوب وربنا هيكرمك وتلاقي شغلانة محترمة. فجأة لقينا الواد قعد يعيط وقال لها ربنا يبارك لك يا طنط، أنا خلاص هتغير وأكون إنسان جديد. وفي الآخر عشان تتأكد إنه تاب قالها أنا عايز أتضاء وأصلي وادعي يغفر لي ذنوبي فعلا. دخل صلى وأمي اتلوا اللي فيه النصيب ومشى. بعد 10 دقايق أمي بتدور عليا تليفونها ما لقتوش. أمي حاليا ماسكه في رقبه خالي وبتقوله إيه اللي خلاك